تركيا مش ثابتة، تركيا رح تنهز. تزامنا مع الزلزال المدمر الذي تعرضت له العديد من الولايات في جنوب تركيا وبعض المحافظات السورية، تداول ناشطون مقطع فيديو للمنجم اللبناني ميشيل حايك يكشف فيه عن توقعاته لعام 2023 حول تركيا. للوهلة الأولى ما رح يقدروا الأتراك يميزوا إذا انفجار أو هزة أو زلزال. ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته منصة لازم تعرف، ومن أبرز تلك التوقعات التي تحدث بها ميشيل حايك، الزلزال الذي ضرب تركيا وجنوب سوريا وخلف آلاف القتلى والمفقودين تحت الأنقاض والمصابين. فقد تحدث ميشيل حايك خلال استضافته على إحدى القنوات التلفزيونية بمناسبة قدوم العام الجديد أن تركيا رح تنهز. يوم اللي رح تهز الأرض فينا بالمنطقة أو تعمل اللي رح تعمله، كل مشاكل منطقتنا الحالية رح تبين إنه عادية وبسيطة مقابلة. وتابع ميشيل حايك: يوم اللي رح تنهز الأرض فينا بالمنطقة وتعمل اللي رح تعمله، كل مشاكل منطقتنا الحالية رح تبين إنه عادية وبسيطة، بين بر وبحر اهتزاز بهز حتى الحجر بلبنان. ظاهرة تحرك الأشياء لوحده رح تنتشر وين ما كان، مثلا تريا عم تتحرك بلا هواء. وقال ميشيل حايك خلال حديثه: تركيا مش ثابتة، تركيا رح تنهز. أغراض عم تنط من السوبر ماركت من رف لرف لوحدها، وأمثلة كتيرة. وبما يخص سوريا، ذكر ميشيل أن عواصف ستضرب طرطوس من فوق وتحت. عواصف غير طبيعية بتضرب طرطوس من فوق ومن تحت. وقال أيضا: طائرة ستحلق ذهبا وإيابا في سماء سوريا. طائرات عربية وأجنبية ذهابا وإيابا بسما سوريا.